كان يا مكان، عميقا في الغابة، قرية مخفية تعيش فيها كائنات صغيرة تطلق على نفسها اسم السنافر. أهلا فيكم في فيديو جديد. في فيديو اليوم رح نتكلم عن قصة السنافر الحقيقية. السنافر هي شخصيات خيالية صغيرة بالحجم يميزها لونها الأزرق وشخصياتهم المختلفة. في كرتون السنافر كنا كل يوم نشوف مغامرات مسلية ولطيفة لهذه المخلوقات الخيالية، ولكن القصة الأصلية مختلفة جدا. وفي القصة الأصلية السنافر هي مخلوقات شريرة وشيطانية. ولكن قبل لا أحكي لكم قصة السنافر الأصلية، خلوني في البداية أحكي لكم باختصار قصة السنافر في الكرتون. وإذا حابين تروحون للقصة الحقيقية على طول ممكن تروحون للوقت المكتوب على الشاشة. القصة اللي نحن نعرفها عن هذا الكرتون هو إنه السنافر هي مخلوقات مسالمة ولطيفة يسكنون في بيوت من الفطر داخل الغابة. كل واحد منهم عنده صفات ومميزات مختلفة عن الثاني. يعني مثلا عندنا سنفور المفكر وسنفور الأكول، في سنفور المازح وسنفور الجميلة، وعندنا بابا سنفور اللي يعتبر زي القائد بالنسبة لهم ودائما يرشدهم للطريق الصحيح، وطبعا غيرهم كثير من السنافر. القصة تتكلم عن العجوز المشعوذ شرشبيل اللي يكره السنافر كره العمى ودائما يبحث عن طرق جديدة عشان يتخلص منهم. شرشبيل المجنون ما كان بس يلحق السنافر لأنه يكرههم، ولكنه كان يحاول يصطادهم عشان يأكلهم. شرشبيل كان عنده اعتقاد بأنه لو أكل السنافر رح يكتسب قوة سحرية، وكمان كان يعتقد بأنه بعد ما يقتلهم يقدر يحولهم لذهب، وفي بعض المرات بالفعل ينجح ويمسكهم، ولكن في النهاية دائما يهربون في الوقت المناسب قبل ما شرشبيل يأذيهم. هذه كانت قصة السنافر اللي كلنا عرفناها في طفولتنا، والحين خلونا نشوف إيش كانت القصة الحقيقية. الرواية الحقيقية للسنافر ترجع للقرن الثاني عشر أو الثالث عشر، وفي القصة الأصلية شرشبيل كان بالأصل كاهن فقير مولود في بلدة صغيرة في شمال إسبانيا. شرشبيل كان معروف بطيبة قلبه وحبه للخير، ولكنه للأسف لما كان صغير أمه تخلت عنه بسبب الفقر وتركته قدام الكنيسة. وفي اليوم اللي بعده رجال الدين شافوا طفل رضيع قدام الباب وأخذوه واعتنوا فيه، إلى أن شرشبيل كبر وصار كاهن للكنيسة، وأقسم بأنه رح يسوي كل شيء عشان يحمي بيته المقدس، وكمان أقسم بأنه رح يقضي على كل أنواع الشر في العالم. وبسبب حبه الشديد للخير والعطاء، القصة تقول إنه الملك عزرائيل نزل من السماء عشان يساعد شرشبيل بأنه يقضي على الشر في العالم. ونقدر نقول إنه عزرائيل في الرواية الأصلية تمثل القط هرهور في الكرتون، لأنه القط هرهور دائما يساعد شرشبيل عشان يقضي على السنافر. وهذا يعني إنه في الرواية الأصلية شرشبيل وهرهور كانوا يمثلون الجانب الصالح في القصة، وعاشوا في كنيسة اسمها برج الجرس الأسود. أما السنافر فهم يمثلون الجانب الشيطاني والشرير في القصة، وهم أرواح شريرة تسكن في الغابات وتتكاثر في أيام اكتمال القمر عن طريق استخدام التعاويذ السحرية. وعلى حسب الرواية الأصلية السنافر تمثل الخطايا السبع المميتة، وهي الخطايا اللي تخلي الإنسان يطيح في الفاحشة على حسب الديانة المسيحية، وهي الجشع، الشراهة، الغرور، الحسد، الشهوة، الغضب والكسل. أول شيء خلونا نتكلم عن الجشع. الجشع هو عدم الرغبة في مشاركة شيء ما، والشخص اللي عنده هذه الصفة عادي عنده يؤذي غيره بس عشان يحقق ثروة كبيرة أو إنه يجمع أكبر عدد ممكن من الممتلكات. ونقدر نشوف هذه الصفة في سنفور الطماع. سنفور الطماع ما كان يحب يشارك ممتلكاته مع أي أحد، والأسوأ إنه كان يسرق من السنافر الثانية عشان هو يكون عنده ممتلكات أكتر. أما بالنسبة للشراهة فهو الإفراط في تناول الطعام، ونقدر نشوف هذا الشيء بكل وضوح في سنفور الأكول اللي ما خلى شيء في الدنيا إلا وأكله. أما بالنسبة لخطيئة الغرور نقدر نشوفها بكل وضوح عند سنفور المغرور اللي دائما يشوف نفسه بالمرآة وما يهتم بأي أحد تاني إلا نفسه. الغضب يمثل سنفور الغضبان لأنه دائما يشوفه هو معصب، ونقدر نقول إنه سريع الغضب. الكسل يمثل سنفور الكسول لأنه دائما ينام، وحتى لما يصحى من النوم يفكر متى ينام مرة تانية. أما بالنسبة للشهوة فالشهوة هي الحب المبالغ فيه لشيء ما أو لشخص ما، ونقدر نشوف هذا الشيء بكل وضوح لأنه السنافر كلهم يحبون سنفورة لأنها البنت الوحيدة ودائما يحاولون يجذبون انتباهها بأي طريقة.
آخر شيء وهو الحسد. الحسد يمثل سنفور الفضولي، لأنه الفضول الزائد منبعه دائما يكون الحسد، أو الرغبة بأنه يبحث عن المشاكل في حياة الناس. أما بالنسبة لبابا سنفور فهو في الكرتون حاكم البلدة وشيخ السنافر، هو القائد اللي باقي السنافر يبحثون عنه في وقت الحاجة، وهو الوحيد فيهم اللي لابس قبعة لونها أحمر، لأنه بابا سنفور في الرواية الأصلية هو رأس الشرور والذنوب كلها، وهو في الرواية الأصلية يمثل إبليس. ولهذا السبب بالتحديد شرشبيل كان هدفه أنه يقضي على السنافر، لأنهم في الأصل منبع الشر في العالم على حسب القصة الأصلية. وهذه كانت قصة السنافر الحقيقية والصادمة. على مدى السنوات الرهبان في الدول الأوروبية كانوا يتناقلون قصة السنافر اللي تمثل الخطايا السبعة. قصة السنافر ما كانت مدونة في كتاب، ولكن الناس كانوا يتناقلونها بالكلام بين بعض. وأول مرة كتبت فيها قصة السنافر كانت في سنة 1958 عن طريق الرسام البلجيكي بيير كوليفر، اللي غير القصة الأصلية بالكامل ورسم شخصيات كرتونية للأطفال وسماها السنافر، وخلى شكلها لطيف ومحبوب. وبالمقابل شرشبيل اتحول للجانب الشرير في القصة، وانكتبت في مجلة اسمها جوهان بويت. ولما الناس بدأت تحب قصص السنافر اللي كانت في المجلة، بيير بدأ يكتب قصص أكتر وأكتر. وفي سنة 1981 القصة تحولت لكرتون السنافر اللي حقق نجاح كبير جدا في كل مكان في العالم. وكده نكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم. إذا عجبكم فيديو اليوم لا تنسون تضغطون على زر اللايك، واكتبوا لي في التعليقات إذا عندكم قصص حقيقية ثانية حابين إن أتكلم عنها. وشكرا على المتابعة، وأشوفكم في الفيديو القادم.